هذا عليه. هذا ما يحدث مع كثير من الناس. إذا وفقه الله عز وجل، هناك كثير من الأشخاص قطعوا التدخين بحمد الله. قلنا لكم عجيب عجيب عجيب، يعالج جميع المشاكل وحتى المجتمعات. والطلاق، نسبة الطلاق والاكتئاب والخلعة والوسواس والغضب والانفعالات والصراعات الأسرية بسبب الانفعال وسرعة الانفعال، كل هذه الأشياء يفيدها. واختي استمروا 5 ايام ان شاء الله، استمروا سترون العجب. فما دام اعطاكم تابعوا لا تفارقوا، ولكن المشكله لا تمزجوا معه اي شيء. لان كثير من الناس حينما يبدا في حمض اللاكتيك يقول ساخلط معه هذا، ساستعمل هذا الشيء، او ياتيه شخص يستعمل قرفه، كركم، عقبر، كذا، يفعل كذا يفعل، فترى الشخص يمزج حمض اللاكتيك مع لا. حمض اللاكتيك لوحده افضل علاج. انا اغلقت المقر واخذت الوصفات كلها، ركنتها والله. قلت دائما سأصور لكم المنتوجات والمكملات وهذه الأشياء. كانت عندي مكملات، يعني الناس هناك من يأتون إلى المقر ويريدون مكمل، ومكملات تباع بأثمان يعني مرتفعة. والله العظيم المدة الصلاحية انتهت، ولا والله قلبي لا يستحمل، يعني لا يقبل لي أن أعطيها لشخص. أقول له إذا أردت أن تستفيد، كل أكل متكامل مفيد طبيعي في بيتك، اشرب الحمض على الأكل. الحمض هو ناقل، سجلوا هذه المعلومات. حمض اللاكتيك يعمل 3 أدوار: ناقل لما في الطعام، محفز للخلايا، مذيب لما في المخزون. مذيب، سمعتم الأخ كم من كيلوغرام تخلص منه في 15 كيلوغرام في 15 يوم، كيلوغرام في اليوم. البعض يقول يستحيل، لا، نعم والله العظيم هذا ما نعتقد، وكان حالات كثيرة. كيلوغرام في اليوم، لأن كثير من الناس عندهم هشاشة في المخزون، احتباس السوائل. لا يوجد علاج على مدار التاريخ مثل حمض البكتيريا النافعة، لا يوجد. الجسم وفي الأصل يعالج نفسه به، في الأصل بدون تدخل بشري، بدون أن تذهب عند معالج، فجسمك هو في الأصل يعالج نفسه به. البحث قادنا لأن البكتيريا النافعة مهمة، عنصر الكائن الحي في الجهاز الهضمي عنصر مهم. إذا تضررت البكتيريا النافعة، إنتاج حمض البكتيريا النافعة يكون قليل، ولهذا تتراكم السموم والمشاكل تبدأ معك هنا وهناك. الذي معنا على البث، مرحبا، تفضل. السلام عليكم. انا دالتي. وعليكم السلام. الذي في الأسفل، تفضل. انا من صعد الأول، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. انا حبيت نسقسيك. وعليكم السلام. راح نبدا دوكا في حمض اللاكتيك. ما كانش عندي مشاكل، صح دوكا عندي مشاكل حساسيه قويه فظيعه، يعني خطيره. ديجا مقبل توكلي على الله، اشربي حمض اللاكتيك وتعرقي وتابعي الاكل المتكامل المفيد، وان شاء الله تستفيدين. الاخوان، البث هذا خاص بالادلاء بشهاده الناس.